مرحبا، كيف الحال؟ شرح بسيط قبل ما نفوت بالموضوع عشان ما توقعوا يوصل اصلا لهالمرحله. اوكي، مثل ما بتعرفوا انه انا سوري، والدتي اللي ربتني من المغرب، فقررنا نعمل احتفال مغربي، احتفال بسيط مغربي عندنا بالبيت هيك. فاجت خالتي من المغرب، صار لي 15 سنه مش شايفها، المهم اجت وجابت لنا اللبس من محل بالمغرب، جابت لنا لبس لإلي ولساره مشان انه نلبس ونتصور وكل شيء. اجينا عملنا الاحتفال، خلصنا، نزلت على البوست على الانستغرام، نزلت احتفال مغربي، لان هو يعني والدتي مغربيه وحبت تحتفل فينا، فهيك عندهم بيساووا. تمام، وبس خلص ولهون انا بس خلصت الموضوع، يعني نزلت بوست، خلصت، تمام، خلصنا الاحتفال. قبل الناس قاعده بتتخانق انه هذا اللبس مغربي، لا هذا اللبس جزائري. فانا قلت الموضوع عادي، انه مثل كانه نحن لما نتخانق مثلا على التبوله، هاي التبوله اللبنانيه، لا هاي التبوله السوريه، بنضحك شوي هيك وبيخلص الموضوع. بس الموضوع ما خلص، الموضوع صار قضيه راي عام وكبر الموضوع بشكل مش طبيعي. يا جماعه انا ما حكيت شيء، انا حكيت احتفال مغربي. اللبس انا ما جبت سيره اللبس، انا ما حطيت ديزاينر هون وحطيت هون وحطيت، ما عملت شيء. انا وصلني اللبس، انا لبسته، سواء كان جزائري او مغربي. اللبس كتير حبيته ولبسته، انا ما جبت سيره من وين اللبس. فليش لحتى نعمل هالقصه الكبيره ونعمل ضجه عليا؟ خلاص يعني احتفال بسيط، انا ما حادخل بتفاصيل اللبس من وين، اوكي، لحتى البس. على فكره لو طلع مغربي او جزائري انا كنت حلبس اللبس، يعني مش قصه. بس انا كتبت احتفال مغربي لان والدتي مغربيه فقط. انا والله لو بعرف انه هيك حيصير البس بنطلون جينز وتيشيرت وخلصت الموضوع. شو جايين انا من هالبلبله كلها؟ يعني انا مفكر انه عم بعمل شيء منيح، طلعت عم بعمل شيء سيء. خلص انا بوعدكم، اذا لا سمح الله لبست لبس، اوكي، ما جيب سيره شيء، خلص اعتبروني انه لابس لبس. انا متاكد، عم بدي اوعدكم انه ما راح البسه اصلا، لان ما ناقصني هالمشاكل هاي كلها. بس اكيد امي حتلبسني يعني غصب بيوم من الايام يعني. بس والله كل الحب للشعبين، اتمنى ما حدا يتضايق، واي حدا واقف لي على النقره خلص عادي، في يعني ما تتابعني وخلص، يعني ما بعرف شو بدي اقول لك. بس كل الحب للشعبين مره ثانيه، الجزائر والمغرب وكل الدول العربيه. انا ما عندي مشاكل مع اي بلد، ما بدي اسوي مشاكل مع اي بلد، مش انا اكون السبب والله انه غيث عمل هيك، لا. بس والله يعطيكم الف عافيه، شكرا. المهم بدي احكي مع الشمتانين كلمه على طرف. تامر مش جاي على عرسي، تفضلوا اشمتوا. اتصل لي تليفون وقال لي انه عرسك شوي متاخر، هو عنده تصوير فيلم فما راح يقدر، بس فما في تامر بالعرس. شو رايكم انزلكم فيديو يوتيوب هلا وكمان ريل على انستغرام؟ بحس فكره حلوه صح، خاصه هيك اخر ايام العزوبيه. يا ما فيش اصلي، ما عنديش في الحب هزار، يا بلاش وما تحسبهاش، ما فيهاش اعذار. انا اللي اقول فين وامتى، وانا اللي اختار. خد يا ابني مني الكلمة دي، اصرف ما في الجيب، اصرف ما سجل يا تاريخ كده. اوكي جايز، هلا طلعنا من عند تامر وبيكو ساعدنا بهالموضوع، ثانك يو كثير. هاي ساره هون واسلام، ثانك يو كثير، الله يبارك فيك. ربنا يسعدكم ان شاء الله يا رب. انا عايز اقول لكم على حاجه، والله العظيم تامر اللي دور عليكم. بس والله تامر على بيقولوا لي ان انا محظ الحكي، والله ما عليك والله ده يمين وحلف عليه. تامر نزل مطار دبي، قال لي في ولد اسمه غيث، تتصرف تجيب لي رقم تليفون، عايز احضر فرحه. Oh my god, no way. No way. شفتوا الشحات شو بيعمل؟ حلو يا جماعة، خلاص الموضوع. ثانك يو كثير. بعدين انتم شفتوا اللي صار اليوم، اللي هو كتب كتابي. طبعا ما صورت شيء لان ما مسكت تليفون، يعني كنت عايش الاجواء كثير. بس الشباب يعني ورجيكم كمان شويه لقطات. عمور ما قصر، صورني كمان كثير لقطات حلوه. طبعا كل شيء بكره حاشتغل عليه، حورجيكم شو اللي صار وحفهمكم كل شيء. بس والله قربت. مدلل البيت خطبنا لعروسه، الغالي خطبنا لعروسه، او سمعوا